طبعا عزيزي، احنا امبارح شفنا ماتش الاهلي والاتحاد، والحقيقه انا مش متفاجئ. يعني الماتش التعادل او لو كنا خسرنا انا ما كنتش هبقى متفاجئ. هي ده المعروف وده الطبيعي. الاهلي بعد انهاء اي بطوله بياخدها او بعد التوقف الدولي حاجه من الثلاثه بتحصل، لا اما بيرجع عندك لعيبه مصابه، لا اما بتخسر او بتتعادل، فده الطبيعي. فانت ما خرجتش لعيبه مصابه في التوقف الدولي دوت، فانت اكيد هتخسر او هتتعادل. فانا ما كنتش هبقى متفاجئ. بص، اداء الاهلي عامه بعد اي توقف دولي او نهائي بطوله بتلاقي الدنيا مش راكبه. انا امبارح من قبل الماتش ما يبدا، يلا قال اللي هيحصل، هنتعادل ولا هنخسر ولا هيحصل. فتعادلنا فعلا 1-1، ولان اتفاجئت بصراحه مش اللي احنا تعادلنا ولا اي حاجه، لا. انت جالك ضربه جزاء الوقت، طبعا كده هنتكلم على التحكيم، بس انت جالك ضربه جزاء في الماتش. اول ضربه جزاء انت لا تخلي امام يخش يشوط. يعني انت عندك في الملعب السوليه ورامي ربيعه، لا امام يخش يشوط، اهو ضيعها بطريقه غريبه، غريبها من تحت قوي. ده راحت في السماء. بتفكرني بكره حسام غالي في ماتش السوبر بتاع الاهلي والزمالك، اللي قام غارف الكره الاخيره فوق كده وخسرنا ساعتها السوبر. فهو الصراحه امام لعبها بطريقه غريبه قوي. والسوليه دخل الشوط الثانيه، يعني السوليه دخل الشوط الثانيه وجابها. انت ليه ما دخلتش السوليه من الاول؟ انا مش عارف. وانت عندك السوليه ورامي ربيعه الاثنين بيشوطوا كويس، مش عايز تدخلهم؟ كنت ممكن تدخل الشحات، دخل طاهر. عندك اربعه في الملعب بيشوطوا كويس. فانا مش عارف، غريبه بالنسبه لي. وبعدين النقطه الثانيه، هو مش المفروض في قانون في الدوري المصري ان الانديه كلها ما تتعاقدش مع حراس اجانب؟ هم لما متعاقدين مع كاسياس او نوير، في اي مهدي؟ لا بجد والله بسم الله ما شاء الله، ويستاهل راجل المباراه. عمل اداء كويس، طلع كور بيصد بايديه وبرجليه وبعينيه، وبص في كل حته كان بيصد. ده مطلع كره من الشحات ما بتطلعش، مطلع كره من قفشه في اخر الماتش، ومطلع من طاهر، ومطلع من امام واحده شوطه صاروخ. لا هو عامل الصراحه ماتش حلو قوي قوي قوي، فهو يستاهل ماتش عمره. المهدي سليمان ماتش عمره. وبصراحه بابا فاسيليو عمل ماتش حلو، ماتش كان دفاع حلو. وكولر كان نازل من الاول، هو نازل انا هشوط من بعيد. يعني هو الحلال اللي هيجي منهم اجوان، لا اما شوطه من بعيد، لا اما كورات ثابته زي ضربات جزاء، ركنيه، فاولات، حاجات من دي. فهو كولر نازل من اول 5 دقايق كان بيشوط فعلا من بره المنطقه. اصل الاتحاد لعب ماتشين ما دخلش فيه ولا جون. فهو فعلا الدفاع بتاعه عامل، بابا فاسيليو عامل خط دفاع بالجون بكله، لا 10/10، فوق ال10/10 كمان. فهو كولر نزل من اول الماتش انا هشوط. وفعلا الماتش كان مقفل قوي. ايوه الاهلي كان بيعدي وكان بيروح وبيجي، بس في الدفاع كان مستميت. انت شفت في كرة 4 شوطات ولا 5 شوطات ورا بعض الدفاع والمهدي سليمان بيشيلوا. لا هم مستميتين ورا. فهو لا فعلا هو عامل ماتش دفاعي وكان ماتش حلو. يعني هو عامل ماتش حلو بالنسبه اللي هو يلعب قدام النادي الاهلي، لازم يلعب كده. يعني لازم يقفل كده، علشان وعندك ونجان وعندك مهاجم وعندك امام عاشور من شوط من بره المنطقه او حلول فرديه منه، فهو كان لازم يقفل كده ورا. فهو عامل ماتش حلو ويستحق النقطه. بس برضو عجبنا برضو من اداء النادي الاهلي، طاهر كان فايق. طاهر ايوه الشوط الاولاني تحس ان هو رجع طاهر ايام الفرنساوي، تحس ان هو رجع تاني. بس نزل الشوط التاني عامل اداء حلو. الشحات كان عامل النهارده ماتش خرافه. الشحات بالنسبه لي لا كان عاجبني، وعد 1-على-1 ولقطات فرديه وحاجات. لا الشحات كان حلو. كهربا، انا كواحد بالنسبه لكهربا انا فرحان له اللي هو لاعب. انا بحب كهربا وعايز كهربا يلعب. كهربا النهارده مضيع 3 اجوان، لو وسام كان جابهم، يعني لو وسام كان جابهم غير ضربتين الجزاء كان هيجيبهم برده وسام. كهربا لو رجله في الملعب كانت الكورتين 3 دول كان اجوا جون وش. يعني انا عايز كهربا ياخد مثلا 10/10/10. هتلاقي كهربا خلاص، كهربا هتلاقي مستواه رجع قوي. بس هو يركز ويستغل الفرصه اللي بتجيله. النقطه بقى الاهم، التحكيم. بص انا كواحد اهلاوي، انا متعود بقول اللي ليا واللي عليا. انا هضلل عشان ايه ولا هضحك على نفسي عشان ايه؟ مش مستاهل، ده ماتش كوره. فانا بالنسبه لي ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات انا كواحد مش ضربه جزاء. انا كواحد بص، هو الحكم راح للفار وهو راجع، انا حاسس ان هو هيحسبها ضربه جزاء. يعني انا قلت هو خلاص حاسبها من قبل ما يشاور. انا حاسس ان هو قراره، لغه الجسد بتاعته هو حاسبها. بس انا كواحد اهلاوي كوره مش ضربه جزاء. انا بقول اللي ليا واللي عليا. بس ضربه الجزاء اللي المستحقه بتاعت مين؟ كده بتاعت طاهر ضربه جزاء وش. اكرم توفيق ضربه جزاء. اكرم توفيق داخل جوه المنطقه، الولا زقه بكتفه في ظهره، ضربه جزاء. ضربه جزاء. الاتحاد لهم ضربه جزاء فعلا بتاعت يحيى عطيه الله. دي ضربه جزاء. انا بقول اللي ليا واللي عليا. الاتحاد ضربه جزاء، الاهلي ضربه الجزاء بتاعت الشحات مش ضربه جزاء من وجهه نظري. اكرم توفيق دي ضربه جزاء بتاعت طاهر طبعا ضربه جزاء وحبس شهرين. ايوه طبعا دي ضربه جزاء وحبس شهرين. هو بقى الفكره هنا، انت عندك فار، كل كوره انت شاكك فيها او فيها اعتراضات ارجع شوفها. يعني ضربه جزاء الاتحاد كنت ارجع شوفها.
بتاعه اكرم عمال يحلف لك ويتنطط لك، روح شوفها، انت هتخسر ايه؟ المنظومه مهيئه لك شاشات، روح تشوف، روح بص اتاكد. والله ضربة جزاء، ضربة جزاء، مش ضربة جزاء خلاص يبقى انت اتأكدت. واقول لك على حاجة مليون في المية، كرة اكرم توفيق ضربة جزاء والحكم عارف ومتأكد وشايفها، بس هو مثلا الكرة بتاعت حسين الشحات كان شاكك انها مش ضربة جزاء، فاهم؟ قال لك يلا تتعوض دي في دي، فما حسبش دي. انا شاكك وبص مليون في المية ده حصل. بس والماتش خلص تعادل. وماتش الصراحة الشوط الاولاني كان شوط عقيم جدا. الشوط التاني الاهلي نزل ايوه اول تلت ساعة ضاغط وعامل لحد لما الاتحاد اتعادل. الاهلي رجع ضغط تاني وكان عايز يسجل في اخر الدقايق، بس نوير سليمان او المهد نوير. وخلاص عن ماتش تعادل، ولسه كده كده اول 3 ماتشات في الدوري، وان شاء الله الدوري يبقى اهلاوي. بس عزيزي، وما تنساش لو انت بتشوف الفيديو على التيك توك او على اليوتيوب تدعمنا باشتراك ولايك واي حاجه منك يا عزيزي حلوه. سلام.